سوا ونحضر للبكالوريا يوم بعد يوم، لحتى صرنا كل يوم ندرس وصارت علاقتنا أحلى. تعرفت على أهلها وتعرفوا أهلها علي، وأنا كمان عرفت على أهلي. درسنا سوا، جهزنا للبكالوريا طول السنة. ب 2015 بتذكر لما طلعت النتيجة قررت انها تعمل لي بلوك. انا بزماناتها ما كنت بعرف ليش عملت لي البلوك، بس انا كنت ببعت لها رسايل وبحاول اعرف ليش عملت لي البلوك. ردت علي برسالة على التليفون، قالت لي بليز لا بقى تتصلي فيي ولا بقى تبعتي لي ولا رسالة. انا بعداك اليوم زعلت، بس قلت يلا ماشي ما في مشكلة، كل حدا وظروفه يعني عادي. بعدها بيوم بعت لها هدية يعني برفيوم، فرفضت تستقبلها. فقلت يلا ما في مشكلة. رجعت بعت الهدية لأمها وكتبت رسالة وقلت لها شكرا على الأيام الحلوة، لأنه أمها كانت عم تطبخ لنا بأيام البكالوريا، كانت عم بتساعدنا، يعني كانت عم تستضيفني بطريقة كتير حلوة. فما حلوة أنا إذا صار شي بيني وبين بنتها يعني كمان يصير بيني وبين أمها. بتمرق الأيام وبنطلع على الجامعة. التقينا بالجامعة وأنا لحد هداك الوقت ما كنت أعرف ليش هي عملت لي بلوك، وكمان ما حاولت أعرف لأنه هي تصرفت نفس التصرف مع صديقتنا الثالثة. يعني بمجرد ما طلعت النتيجة عملت لها بلوك كمان. وأنا الصراحة كان بيهمني أكتر إنه ترجع العلاقة زي قبل، لأنه كانت كتير طيبة هي وأهلها. كنت حاسة إنه بس حابة العلاقة ترجع زي قبل وخلاص، يعني ما حابة أي تبريرات أو اعتذار أو أي شيء. بتمرق الأيام وأنا والبنت على تواصل وتمام. أحيانا نطلع نتغدى سوا، أحيانا ندرس سوا لأنه كنا بنفس التخصص. ولما طلعت النتيجة تبع الفيرست سيمستر ما ألاقيني إلا واخدة بلوك كمان. ليش؟ ما بعرف. هون اتوضحت الصورة أكتر بعد ما عرفت إنه نتيجتها كانت كتير سيئة، وأنا الحمد لله كنت شاطرة بالجامعة. فقلت معلش it's okay. اتصلت عليها على التليفون ما كانت عم بترد، بس اتصلت على رفيقتها بالغرفة وحاولت اتواصل معها. رجعت حكيت معي عادي، يعني ما كان في مشكلة. فسألت على نتيجتها فقالت لي ويكي، فقلت لها it's okay أنا بساعدك لما بتفوتي على الامتحان الاستدراكي، أنا بساعدك. فأوكي أنا جهزت معها الامتحان وجهزنا كل شيء، ونسيت ورائي عندها. يعني لما خلصت كل شيء التجهيزات وهيك نسيت أنا كل أوراقي عندها، وما عرفت إني نسيت الأوراق إلا بعد شيء أسبوع. فأوكي حاولت أتصل عليها ما كانت بترد كمان، فاتصلت كتير. بعدين بعد
رسالة قلت لها أنا بس بدي الوراق، لأنه هون بلشت يعني خلاص يعني ما عاد بدي لا أحكي معها ولا أتواصل معها أو أتعامل معها، وصلت معي لهون. لأنه والوراق كان ضروري أخذن من عندها، يعني كتير ضروري، رغم إنه شافت الرسالة ما كانت ترد. وكمان لما بتصل على رفيقتها بالغرفة ما بترد، وغرفتها لما بروح لعندها ما بتفتح. فخلص أنا حملت حالي ورحت على غرفتي، على مكان إقامتي. طبعا ما في مشكلة، خلاص الوراق بيتعوضوا، بشوف لي شي حدا تاني. رغم إنه هي كانت بتعرف إني أنا محتاجة الوراق، ولا بعتت رسالة ولا ردت ولا حكيت ولا قالت أي شي. فاجتني لحظة إدراك يعني شو الوضع. يعني إنساني كانت كتير حبابة معي وأهلها كتير طيبين، شو اللي بيخليها تتغير فجأة كل ما طلعت النتيجة؟ يعني أنا كان عندي صعوبة فهم بهداك الوقت. كان تفكيري جدا طفولي، ما بعرف كيف كنت بفكر. كتير أصلا كنت حزينة على الأشياء اللي صارت، يعني على طريقة تعاملها، على كل شيء. انقطعت الأخبار من هذاك اليوم، ما صرنا نحكي، ما عاد في اتصال ولا أخذت ورائي ولا شيء. تمرق الأيام، بعدها مرة بلتقي مع صديقتها بالغرفة، فقلت لها لو في مجال يعني هيك تفتحي لي الغرفة اخذ اوراقي. بدنا نغير هذا الكالر لكالر اغمق شوي، هيدا الجرين. اوكي. فصديقتها اوكي فتحت لي الغرفة، اخذت اوراقي، اخذت كل شي اغراضي، ورحت وخلص. بعدها بأسبوع بتبعت لي رسالة بتقلي هاي أنا فلانة، بليز في جوا الوراق اللي أخدتيها في إلي وراق وأنا بحاجتهم، لو فيكي ممكن تجيبي لي إياهم على الإقامة. يعني هي حتى ما قالت إنه هي تيجي تاخدهم مثل ما عذبتني، لا بدأ أنا بروح باخد الوراق لحد عندها. يا سلام، ما في مشكلة، اوكي. انا ما رديت على المسج وما عبرت اصلا، لانه زي ما قلت لكم وصلت معي لهون، ما عاد في مجال. بترجع بتتصل من ارقام تانية، بتقلي بليز الورقة اللي عندك انا محتاجتها وضروري تبعتي لي اياها او تعطي لي اياها او بتجيبيها وتحطيها بالغرفة. فأنا طبعا بصراحة يعني ما رديت عليها وعاملتها بالضبط مثل ما هي ما عاملتني، لأني أصلا زي ما قلت لكم يعني أنا كتير كنت بحاول أتواصل معها، رغم إنها كانت تعمل لي بلوك وهيك. كتير حاولت أرجع صداقتنا، بس بآخر مرة يعني ما كان أي شي ممكن يخليني أفكر أرجع الصداقة زي ما كانت. المهم بتمرق الأيام، شي 3 أيام بعد الحادثة هاي، يعني بعد ما صارت تتصل علي وأنا ولا معبرتها، فبتجي لغرفتي بتحاول تلاقيني. طبعا ما تلاقيني، أنا كنت بسكن لحالي، يعني ما عندي رفيقة بالغرفة. يعني إذا ما لقيت
يأست. على قد ما كنت بحبها هيك حسيت حالي ما عاد بدي أتعامل معها، يعني خلاص لا بدي لا تيجي لعندي ولا إجي لعندها. بعدها بأيام صارت تتصل من تليفونات تانية، يعني تليفون بنت عمها اختها هيك، عشان تاخد وراقها. وهدول الوراق اللي كانوا عندي مو وراق دراسة، يعني وراق تبع يعني يمكن أوراق شخصية. وأنا صراحة لما فتشت أغراضي ما لقيت هالوراق الشخصية، فما حبيت أعطيها جواب نهائي، يعني إذا موجودين ولا مو موجودين. فتركتها هيك محتارة إذا كانوا عندي أو لا، ولا سمعت جواب من عندي ليومنا هذا، يعني ما في ولا جواب. بعدها عرفت، يعني صرت واعية أكتر، عرفت إنه الإنسان يلي ما بيحب الأشياء أو الخير للناس أو لصديقه أو لحدا قريب منه أبدا ما ممكن نقول عليه صديق. البنت صراحة هي كانت كتير حبابة، بس عندها مشكلة واحدة، إنها كتير هيك بتغار، ما بتتحمل حدا يعني يكون أحسن منها أو ياخد علامات أكتر منها. يعني هي هيك مريضة، يمكن مسكينة، يعني أهلها عم يضغطوا عليها، أو يمكن أهلها عم يضغطوا عليها، لأنها مو أول مرة بتعملها، يعني عملتها مع صديقتنا، عملتها معي، فأكيد في ضغط من عائلتها. لأني بحس أمها من النوع يلي بيبلش يقلها هيك، شفتي فلانة أخذت أحسن منك، شفتي فلانة عملت أحسن منك، فبحس إنه جواتها هيدا الشعور. أنا والله كنت حزينة لمدة طويلة لانقطاع هيدي الصداقة، كانت كتير حبابة البنت، بس كمان هي ضحية لأهلها، يعني خلوا جواتها حقد على الناس اللي حواليها اللي ما ممكن تاخد مثلهم أو أحسن منهم. فصارت هي إنسانة مقلدة. بتعرفوا إنها بعد سنة من الدراسة بالجامعة وقفت دراستها وعملت بكالوريا تاني عشان بس تصير مثل رفيقتنا، يعني لأنه رفيقتنا الثالثة دكتورة طبيبة، يعني طبيبة أسنان. فكانت دايما تحاول توصل لمستوى معين، مو مستواها بالحقيقة، يعني مو مستواها، بس هي تشهد حالها، يعني ما تعرفت على حالها، ما تعرفت على هواياتها أو شو بتحب هي، شو بتحب تدرس، شو بتحب تعمل، لا، ضلت عم تقلد الناس اللي أحسن منها عشان ترضي أهلها. فأنا هذا تبريري لتصرفاتها، وأنا بسامحها، بس من وقتها عرفت الصداقة يعني كيف لازم تكون، يعني عرفت لما الواحد يكون صديق حقيقي أو لا، يعني كونت عندي هالفكرة وما عدت بخربط، يعني ما عاد عندي شكوك أو داوت على صدق ونوايا الشخص اللي معي. تخيلوا أنا قبل منها كنت حاسة إنها غيرانة مني شوي، بس عرفتوا هيك لما الواحد ما يصير متأكد بصير يقول لحاله يعني لا مستحيل، خاصة بعد ما قالت لي شي مرة، قالت لي كيف عم تتحملي تتعاملي مع هالبنت، كانت بصوت صديقتنا الثالثة، يعني هذا كان مقصودة، يعني قالت لي كيف بتقدري تتحملي انك تتعاملي معها وانتي رسبتي وصديقتنا ما رسبت. احنا على فكرة عنا البكالوريا بيكون شوي برنامجه مضغوط
عندك ستريس وهيك، عشان هيك ممكن يحدث الرسوب وهيك، عرفتوا؟ لا تاخدوا فكرة يعني. فقلت لها كيف يعني، كيف ما بتحمل؟ ما بعرف. قالت لي أنا عملت لها بلوك، أنا ما متحملة يعني أشوف حدا كان يجلس معي ويدرس معي وهو عنده البكالوريا وأنا ما عندي. فمن هداك الوقت تأكدت، رغم أني تأكدت ولكن هيك دايما كان عندي شك، ورغم أني تأكدت إلا أني ضليت هيك دايما أقول يمكن أنا عم سيء الظن، يعني ما معقولة. أيام كنا صغار يعني ما بنعرف نميز كتير، رغم أنه غيرنا بنفس عمرنا كان بيقدر يميز. وهي القصة اللي صارت معي مع صديقتي يلي بكيت عليها كتير. تعرفوا اني كتير كنت عم ببكي عليها لانه ما تمنيت انه تصير هيك بيناتنا، يعني ما تمنيت، بس نصيب. اذا انتو عندكن هالنوع من الصداقات لا تخلوا شعورا بالغيرة يفرق بينكن، يعني حاولوا تعملوا حلول لو كنتوا بتقدروا. إذا ما قدرتوا يعني حاولوا يعني خلص تحطوا نقطة للعلاقة، لأنه الإنسان يلي بيغير منك وهيك وبيطلع عم يقارن حاله معك، ما في جواته خير لإلك أبدا. الأحسن إنك تنقي شخص بحبك وبيدعمك ويشجعك وما يغار منك، أو يصير هيك بيحسب لك وبيفكر بكل شي. يعني أي شغلة تعملها بفكر فيها، يعني اعمل حساب لكل شي معك. هذا النوع من الصداقات ما بنصحكم تخلون بحياتكم يعني أبدا، لأنه راح يأثروا عليكم، يأثروا على قراراتكم، يأثروا على شعوركم تجاه حالكم. أنا ما أثرت علي لأني كنت دايما بصراحة يعني كنت ملتهية بالبكالوريا، كنت ملتهية بدراستي بالجامعة، يعني ما أعطيت الموضوع كتير أهمية، رغم أني حزنت بعدين كتير، كنت حزينة، بس شو بدنا نعمل؟ ويمكن انتو عم تغاروا كمان، لا تغاروا ولا تقلدوا الناس يلي بتحسون أحسن منكم، اعملوا أحسن منهم أو اعملوا مثلهم من غير تقليد، يعني اعتبرون كرسالة كتشجيع، بس اعملوا الاشي اللي بيكون يعني إيجابي عليكم، يعني بمجالكم بطريقكم، ما تروحوا تعملوا أو تسيروا أو تمشوا بطريق غيركم. زي كأنه عندك صديقتك بتعرف بمجال معين بتروحي انتي بتقلديها، ولما تفوتي على مجالها ما تكوني يعني فتي لأنك حابة تنجحي أو فتي لأنك حابة المجال، انتي فتي لأنك غيرانة. دايما حاولوا تعرفوا حالكم، تعملوا الاشي اللي بيلبق لكم، ولا تقلدوا حدا ولا تغاروا من حدا، كل حدا ونصيبه، كل حدا ونصيبه، مهما كان ومهما صار